تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو رميت السماعة دي في حمام السباحة؟ الحقيقه انه ولا اي حاجه، وهتفضل شغاله عادي جدا، والصوت اللي انت سامعه ده منها دلوقتي كده. دي هي الساوند كور سيلكت 4 جو، ودي سماعة مش عادية من انكر. خليني اقول لك ليه. اول حاجة الصوت، الحجم ممكن يكون صغير لكن الصوت مش صغير خالص. للامانة البيس ما هواش اقوى حاجة خاصة لما بتعلي الصوت قوي، بس الصوت نقي والتفاصيل واضحة. هي بس ريحتها كلور قوي. طب والبطارية؟ الحقيقة انك مش هتحتاج تشحنها كل شوية، لان البطارية بتديك لحد 20 ساعة استماع في الشحنة الواحدة، فلو خرجت بيها يوم كامل احتمال كبير انت اللي تخلص قبلها. السماعة مقاومة للمية والاتربة بمعيار IP67، فممكن ترميها في المية زي ما شفت كده، او حتى لو وقعت منك في الرملة فمفيش مشاكل. تصميمها حلو جدا ووزنها خفيف، وسهل انك تشيلها معاك في اي مكان وتعلقها من الجزء ده كده، وبتقدر تتحكم فيها من الابليكيشن بتاعها على الموبايل. وبصراحة سماعة قوية جدا على حجمها وعلى سعرها اللي لا يتعدى ال 1500 جنيه. فجربها كده وقول لي رايك في الكومنتات، وهسيب لك اللينك بتاعها تحت الفيديو على طول. وطبعا ما تنساش تتابعني لفيديوهات اكتر عن التكنولوجيا والاختراعات.